في نص الليل ليلى كانت قاعدة لوحدها في شقتها الجديدة، كانت بتقرا كتاب. كل شيء حواليها كان عادي إلا صوت الساعة القديمة اللي كانت متعلقة على الحيطة. يوم ما اتنقلت للسكن في البيت الجديد لقت الساعة دي كانت موجودة في القبر. كانت ساعة تقيلة من النحاس وكان كلها تراب، لكن فيها شيء غامض شدها. علقتها في أوضة المعيشة وشغلتها، ومع مرور الوقت بدأت تسمع همسات خفيفة بين دقاتها. افتكرت نفسها بتتخيل، لكنها سمعت صوت بينادي باسمها. ليلى ليلى. قربت من الساعة ورفعت الغطا الإزاز، لقيت ورقة صغيرة ورا العقارب. سحبتها ببطء وبدأت تقرا الكلام المكتوب فيها. رجعي الساعة لمكانها قبل نص الليل. بصت بسرعة على الساعة، لقيتها بقت 11:59. وفجأة الساعة وقفت عن الحركة، وسمعت صوت خطوات تقيلة طالعة على سلم القبر. الخطوات كانت حقيقية، بطيئة لكنها كانت منتظمة. وبعدها اتفتح الباب بهدوء وخرج منه راجل. كان شكله عادي لكن ملابسه قديمة وعليها تراب. وشه كان شاحب لكن عيونه كانت هادية بطريقة غريبة. وقف قدامها وقال: أخيرا بعد كل السنين دي خرجت. ومشي بهدوء ناحية باب الشقة وفتح الباب وخرج من غير ما يبص وراه. ليلى حست برعشة في جسمها كله وجريت تفتح الباب وتخرج هي كمان، لكنها ما قدرتش. كأن في قوة خفية بتمنعها. حاولت بكل قوتها انها تفتحه، لكن الباب ما اتحركش كأنه حيطة صلبة. وفجأة بدأت الساعة تدق من جديد بصوت أعلى وأعلى. بصت عليها، لقيت ورقة جديدة ظهرت بين العقارب. قربت منها ببطء وسحبت الورقة اللي كان مكتوب فيها: الدور عليكي. ومن بعدها محدش شاف ليلى تاني. البيت بقى فاضي والساعة لسه متعلقة على الحيطة، لكن الجيران بيحلفوا إنهم لحد النهاردة بيسمعوا صوت واحدة بيعد الدقات كل ما تدق الساعة 12. 1 2 3